السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بيكم في قناتي، قناة بيتك منور مع سما، وفيديو جديد مع بعض ان شاء الله. انا اسفة بتأخر كتير اليومين دول في تنزيل الفيديوهات، وده غصب عني والله. النت عندنا مش منتظم خالص، بس الحمد لله انه بيجي اصلا وبلحق انزل فيديو على القناة. طبعا انت بتعملي ايه وبتحضري ايه وبتسوي ايه، وايه كمية العيش الفينو اللي انت بتعمليه دوت، وكل السندوتشات اللي انت عاملاها دي. وهعمل إيه كيسين زي اللي انا عاملاهم كمان، لان اليوم ده كنا رايحين رحلة انا واخواتي مع بعض. فطبعا الرحلة دي بقى ايه، لازمها سندوتشات. هو في خروج اصلا من غير الاكل والشرب؟ اكيد لا. فاحنا بقى كنا ايه متفقين، يعني كل حد يعمل حاجة. طبعا انا قلت اعمل لهم سندوتشات برجر وصينية كيكة كده محترمة من اللي انا عملتها معاكم كتير في القناة. طيب انت بقى هتعملي ايه دلوقتي؟ هسمي الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا يا حبيبتي نبدأوا بقى مع بعض خطوات تحضير الرحلة بتاعتنا. يلا بقى سميتي الله. يلا بعد ما سمينا الله وصلينا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما تنسيش برضو تحطي لي اللايك. اوعي تنسي اللايك والاشتراك للي اول مرة طبعا بتشوف القناة. كان عندي حوالي كيلو الا ربع لحمة مفرومة. حطيت 3 معالق بقسماط مطحونين، معلقة كبيرة ملح اللي هي معلقة الاكل العادية، معلقة برضو من البصل على الثوم البودر، انا خلطهم على بعض، ومعلقة كبيرة برضو بابريكا، واحط معلقة بهارات لحمة، ما كانش عندي بهارات برجر. خلاص كده هلفهم لفتين 3 في الكبة، وهرجع لكم لسه فاضل مكونين مهمين جدا جدا. خلاص ايه هما؟ هحط كده حوالي نص معلقة من البيكنج باودر على الكيلو الا ربع، واحط كمان بضاية. خلاص كده، خلاص كده بس. وكده هيطلع معاكي برجر احلى من الجاهز مليون مرة. طعم وريحة الجاهز بس كمان على النظافة، وصدقوني والله العظيم اطعم كمان. عايزة بقى تعملي شكله كده شكل الجاهز، طبعا بتبططيه بقى وتعمليه مدور زي ما عملته معاكم كتير في القناة، وبالسكينة كده تعملي له بقى ايه الخطوط اللي موجودة فيه دي عشان يبقى زي الجاهز بالظبط. تمام. وعندك جريلا، طاسة تيفال، طاسة ألمونيوم تدهنيها زيت، وطبعا توسطني كده النار، وتبدأي بقى ايه تسوي البرجر بتاعك فيها. بس كده عملت بقى الكمية كلها ما شاء الله، اللهم بارك، رمالي كمية حلوة محترمة. خلاص كده عملت بقى البرجر. وعلى فكرة كنت واخدة معايا برضو جبنة تركي وجبنة بيضة، وكنت واخدة معايا بقى ايه يعني حاجات تانية، بس يعني حاجات من المعتادة المتعارف عليها في الرحلات. بس انا بحب اقول لكم طريقة بس تحضيراتي للاهم. بصراحة الحاجات دي والسندوتشات ديت هي الاهم عند ولادي. سندوتشات برجر، كفتة، بني، الحاجات دي عند الولاد كلهم. الجبن دي بقى ايه بنفطروا بيها، لما مثلا نتأخروا برا بنكملوا بيها الأكل، حاجة كده يعني. إنما الأساس بصراحة هي الحاجة السندوتشات الجميلة دي. احنا أصلا ما كناش رايحين اليوم من أوله، احنا كنا رايحين حوالي الساعة 3. القرية دي بقى يا حبايبي جنبينا هنا، مش بعيد، عشان كده احنا استقربناها فروحنا الساعة 3، ما رحناش بعيد. عندنا في كفر الدوار، اسمها قرية الفي، حلوة كده موجودة على السريع. ما خدناش ربع ساعة على ما وصلنا، ويمكن أقل كمان. تمام. بس بدأت كده بعد ما حمرت بقى البرجر، بدأت بقى اقطعه، لاني دورت على عيش كايزر بصراحة ما لقيتش. فطبعا ايه بقى الانقاذ الموقف؟ العيش الفينو. فطبعا البرجر بقى عشان يبقى شكله حلو كده ومحطوط في العيش الفينو، بتجيبي المقص بتاعك ولا السكينة بتقطعيه على قد ايه العيش وعلى قد ما ياخد العيش. خلاص هعمل بقى الكمية كلها ان شاء الله. وبعد كده هبدأ احضر بقى الشنطة، بس طبعا ما صورتش بقى معاكم تحضيرات الشنطة عشان ما اطولش عليكم. بس بقية الفيديو القرية، وهناك بقى فقرات للقرية. بصراحة كانت جميلة قوي ويوم حلو. معظم الناس دلوقتي بقوا يفضلوا بصراحة البسينات عن انهم يروحوا بحر. يقولوا لك بقى البحر رملة وزروطة ومش عارفة ايه، بس لو تسألوني انا في قرارة نفسي، مفيش بعد البحر وجماله، سواء بحر اسكندرية ولا مرسى مطروح. بصراحة مفيش بعد البحر.
ليا ذكريات جميلة جدا. بالنسبة للبحر كنا واحنا بقى صغيرين، لما كانوا يقولوا لنا من بالليل او من قبلها بكام يوم هنروح البحر يوم كذا، فكأن ده بالنسبة لنا العيد قرب يعني، فكنا نقعدوا الكام يوم دول فرحانين لحد ما نروح. هقول لكم بس جزئية بسيطة، انا ليه حطيت السندوتشات في اكياس بدل علب؟ عشان ما تاخدش مكان معايا في الشنطة، لان انا كنت واخدة شنطة صغيرة، المكان مش بعيد، فما كنتش واخدة شنطة كبيرة او كنت واخدة الايس بوكس بتاع البحر ولا الكلام ده. انا لما بروح مثلا بحر بقى مكان بعيد ولا حاجة، بكون واخدة بقى الايه الايس بوكس اللي انا جايباه، احط فيه بقى العلب كده فوق بعضه، بيبقى شكل الاكل اظرف. بس انا رايحة هنا مكان قريب قوي قوي من البيت، ما كانش مستاهل خالص ان انا احط بقى في علب وكده، والعلب بتاخد مكان في الشنطة جدا يعني. خلاص بعد بقى ما حطيت اكلي وشربي كده في الشنط، انا كده خلاص اعتبر عبيت بقى الحاجة او شلت الحاجة في الشنط. عملت بقى صينية الكيكة دي على السريع كده، ما خدتش مني ساعة زمن، وبعد كده حضرنا بقى نفسنا وتوكلنا على الله. بصوا بقى القرية وجمالها، واجمل ما فيها ان في قريب من الترابيزات والكراسي اللي احنا بنقعد فيها بسين كده صغنن للولاد، الولاد بقى اللي هم اقل من 5 سنين، وده بقى طبعا البسين الكبير للولاد بقى ايه اللي فوق ال5 سنين وازيد يعني، فاهمين ازاي؟ واللي هو 6 7 سنين وقصير ما ينفعش يروح. انما بصوا بقى البسين الصغنون المحندق ده جميل قوي، حلو قوي، ده امان جدا على الولاد لو حد معاه كده اطفال صغيرين وخايف عليهم، فاهمين ازاي؟ ده بقى ميزته، وقريب كمان من الترابيزات والكراسي، فيعني طبعا ايه الاطفال كلها بتبقى ايه قصاد اهاليها، فما بيبقاش فيها خوف عليهم خالص. زي مثلا بصراحة البحر بيبقى كله قلق وكله خوف وكله توتر، بالنسبة للأطفال وأهاليهم بيبقوا عينيهم كده في وسط راسهم. إنما ده بصوا أمان ازاي، وصغنون كده عامل زي ايه البانيو كده الصغنن في البيت. والقرية بصراحة كانت جميلة، وكان فيها فقرات حلوة جدا، حلوة للأطفال، زي بصوا بيعملوا كده الفقرات بقى، زي بيلبسوا بقى كده لبس حيوانات، يعني بصراحة الولاد كانوا فرحانين جدا. بصوا برضو الفقرة الجميلة دي العيال كانوا فرحانين بيها جدا. طبعا بيشغلوا أغاني مع الفقرات دي، بس أنا عاملة لها كتم، لأن طبعا ممنوع إن أشغل الأغاني، بتبقى يعني ليها حقوق طبع ونشر. بصوا برضو الفقرة ديت فقرات بقى متعددة حلوة جدا ومناسبة، والولاد بيبقوا فرحانين. هو بصراحة يوم بيبقى جميل من أوله لآخره، يوم بقى ترفيهي كده، وحبينا نروح في نص الأسبوع، مرحناش يوم الجمعة لأن المكان ده بيبقى يوم الجمعة بصراحة زحمة جدا جدا. بصوا لما روحنا في نص الأسبوع المكان فاضي وهادي، تقريبا ما كانش في حد موجود غيرنا، بس جم في الآخر واتزحم بصراحة. احنا تقريبا كنا رايحين اول ناس يعني، فطبعا على الساعة 6 7 كده بدأ بقى المكان يتملى وكده، بس كان يوم حلو. حاولوا كده من وقت للتاني ترفهوا عن نفسكم. هو مكان بصراحة حلو، واجمل ما فيه انه قريب مننا، رسم الدخول فيه مش غالي ب60 جنيه. لو حتى هتعملوا الموضوع ده مرة كده كل شهر، بيكون يعني يوم حلو ويرفه عليكي وعلى اولادك، وتتفقي بقى مع اخواتك مع اصحابك مع جيرانك مع اي حد يعني بتحبيه، تروحي معاه مكان زي ده بيبقى يوم لذيذ. الفيديو النهاردة كان فيديو كده ترفيهي، وما كانش فيه اي وصفات ولا اي حاجة. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايكات والاشتراكات لأول مرة بيشوفوا القناة.